ازيكم حلوين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. النهارده هنعمل مع بعضينا فكرة جديدة هتعجبكم جدا. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتوش، وتعالوا نشوف الخطوات بتاعتنا. اول خطوة، احنا هنعمل ايه النهارده؟ هنعمل البومة. محتاجة 250 جرام خيط مجدول قطن 3 مللي. ده الخيط اللي انا استخدمته. ممكن تتنفذ بخيوط تانية، بس هي عايزة خيط يكون متين. طول الفتلة اللي انا قصيتها 3 متر، وممكن 2.5، لان انا كنت هكمل شكل تاني تحت وبعد كده غيرت رأيي، فهو قصوها على 2.5 متر افضل. الفتلة كلها عايزة 10 فتلات. طول الفتلة 2.5 متر. عندي 3 فتلات طول الفتلة بتاعتها 15 سنتي، وديت اللي انا هبدأ اثبت عليها الخيوط بتاعتي. عندي كمان حلقتين معدن، قطر الحلقة 4 سنتي. هنبدأ الشغل بتاعنا. اول حاجة الثلاث فتلات اللي طولها 15 سنتي هثبتها، وابدأ اثبت عليها الفتلات اللي طولها 2.5 متر بعقدة البداية زي ما انتوا شايفين. دي اول فتلة. بجيب الحلقة الخيط من تحت الثلاث فتلات، واطلع الحلقة لفوق، واعدي منها الفتلتين اللي في الطرف. ودي عقدة البداية. اللي ما يعرفهاش ادينا بنشرحها معايا تاني. هثبت ال10 فتلات بنفس الطريقة. هنا بقى بشيل ال4 فتلات الاولانيين وال4 فتلات الاخرانيين، ما بشتغلش بيهم، وببدأ اعمل عقد مربعة بالفتلات اللي في النص. يبقى اول 4 فتلات على اليمين بسيبهم، وبعد كده بعمل عقدة مربعة بالاربع فتلات اللي بعديهم. ادي اول عقدة مربعة. بعد كده الاربع فتلات اللي بعديها هعمل بيها برضو. محتاجة ان انا اعمل 3 عقد مربعة جنب بعض. تمام. ادي الاربع فتلات اللي بعديهم. كده عملت الثلاث فتلات عقدة مربعة في الصف الاول. بعد كده هعمل الصف التاني. هسيب اول فتلتين على اليمين واعمل عقدة مربعة. يعني انا عايزة 3 صفوف في النص، 3 فتلات، 3 عقد مربعة، بعد كده عقدتين، بعد كده عقدة واحدة. هنا هعمل اخر عقدة مربعة اهوت في الصف التالت. يبقى كل عقدتين مربعة بنعمل بينهم عقدة مربعة. باخد فتلتين من العقدة المربعة يمين وفتلتين من العقدة المربعة شمال، وبعمل بيهم عقدة مربعة. الموضوع دوت شرحناه في فيديوهات كتير جدا. بعد كده هجيب اول فتلة من اليمين وابدأ اشتغل عليها بالخيوط اللي جايه كلها، اللي على شمالها كلها عقده مزدوجه. اهي طريقه العقده المزدوجه بشرحها لكم بالراحه اهي. هشتغل. المفروض ان انا عندي 10 فتلات كده يمين و10 فتلات شمال. تمام. استخدمت اول فتله فيبقى فاضل 9 في الجنب
بتاعها. انا هعمل في 8 فتلات عقدة مزدوجة على اول فتلة من اليمين. كل الفتلات اللي بتقابلني هي بعمل بيها عقدة مزدوجة. تمام كده. بعد كده بجيب الفتلة التانية وابدأ اعمل عليها عقد برضو مزدوجة ب3 فتلات. ادي اول فتلة، ادي تاني عقدة، هجيب الفتلة التالتة واعمل بيها العقدة التالتة. خلاص كده مش عايزة حاجة من الصف ده تاني، وابدأ اركب الحلقة بتاعتي. الحلقة بتاعتي دي قطرها 4 سنتي. هاخد كل الفتلات اللي تحتيها واعمل على الحلقة عقد مزدوجة. هنا اجيب الفتلة الاولانية من اليمين واشتغل عليهم بالفتلتين اللي تحتيهم عقدة مزدوجة. وادي تاني عقد. الفتلة اللي انا اشتغلت عليها هنزلها تحت الحلقة واعمل هي كمان عقدة مزدوجة على الحلقة. كده ابقى اسست العين بتاعت اللون. زي ما عملت في الجنب اليمين هعمل في الجنب الشمال بالظبط. انا ليه عملت الجنب الشمال يا جماعة؟ علشان في خطوات هتبقى اوضح في الجنب الشمال، عشان كده عدتها.
كده ثبت الحلقتين في اليمين والشمال. بصوا بقى الاربع فتلات اللي في النص، انا قلت لكم ان اول فتله انا هشتغل عليها ب8 فتلات بس مش ب9، ففاضل فسايبه الطرف من هنا ومن هنا، والطرفين اللي في النص هعمل بيهم عقده مربعه. معنى كده ان العقده المربعه اللي كانت في الصف الاخراني الثالث هيتعمل تحتيها عقده مربعه بالظبط، تمام، بمجرد ان انا اخلص صف العقد المزدوجه. هاخد الفتلتين بقى، اول وتاني فتله في العقده المربعه هجيب الفتله الاولى واشتغل على الفتله التانية عقده مزدوجه. تمام كده. هجيب رقم 3 و4 هشتغل بالفتلة رقم 4 على الفتلة رقم 3 عقدة مزدوجة، رقمته لكم اهو. بعد كده هجيب الفتلتين اللي في النص وهركب فيهم خرزة، همسك بقى الطرف اليمين والطرف الشمال، هعمل عقدة مزدوجة على الحلقة يا جماعة. هنا انا عملت عقدة مربعة الاول، قفلت على الحلقة بعقدة مربعة. قبل ما بعمل الخطوة ديت انا باخد الطرف اليمين الاول والرقم 4 اعمل عقدة مزدوجة على الحلقة، وبعد كده اقفل على الخرزة بالعقدة المربعة. هجيب اخر فتلة في العقدة المربعة واخد الفتلات كلها اللي نازلة في الشمال اعمل عليها عقدة مزدوجة. يبقى العقدة المربعة اللي انا قفلت بيها على الخرزة باخد اول طرف واخر طرف. اول طرف بعمل بيه الجنب اليمين، واخر فتلة بعمل عليها الطرف الشمال بكل الخيوط اللي نازلة قدامنا. هكمل العقد المزدوجة بتاعتي للاخر. بصوا لاخر فتلة. بعد كده ببدأ احرك الفتلة اللي انا اشتغلت عليها عشان تدي تقويصة لتحت كده، ما تبقاش خط مستقيم. بصوا انا بظبطها بايدي. عايزه اعمل بقى الجناحات بتاعه البومه زي ما انا عملتها في اليمين كده، هعملها في الشمال ازاي؟ هجيب الفتله اللي انا اشتغلت عليها اللي انا كنت شغاله عليها ديت، تمام، واشتغل عقده بدايه. اجيب الخيط من فوق انزله تحت الفتله، اطلعها من الحلقه انزلها تحت الفتله تاني، ادخلها في قلب الحلقه اللي اتكونت كده. عملت اول ريشه في الجناح. هقصر الفتله شويه وهعمل بنفس الطريقه. اجيب الفتله لفوق الخيط انزله تحتيها من قلب الحلقه، الف الخيط عليه كده اهو، وادخلها في الحلقه اللي اتكونت واشدها. هنعيدها تاني. كل ما بنزل بريشه تحت بصغر حجمها شويه. ودي اخر واحده هعملها، وكده يبقى الجناح بتاع البومه بتاعتي كامل. اتمنى لو وصلتوا لغايه هنا ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه لو لسه ما اشتركتوش، وتقولوا لي رايكم في التعليقات.
واي حاجه مش واضحه اكتبوها لي برضو في التعليقات، وانا اعمل لكم ريل صغير يوضحها او فيديو تاني. هنكمل البومه بتاعتنا بقى. عايزين نعمل جسم البومه بتاعتي من جوه. انا عندي جوه اشيل اول فتلتين في اليمين واول فتلتين في الشمال، تمام. هتبقى عندي 3 ارباعات. هاخد الفتلتين اللي في النص، 4 فتلات اللي في النص، واعمل بيهم عقدة مربعة. ركزوا معايا في الخطوة ديت، لان هنا انا هبدأ بعقد قليلة وبعد كده هتتزايد. فالتزايد ده هيجي ازاي؟ فانتوا لازم تركزوا في الجزء ده، تمام. كده عملت اول عقدة مربعة في النص، في 4 فتلات هنا. هنزل الفتلتين اللي انا رفعتهم وهاخد اول فتلة واخر فتلة واعملهم عقدة مربعة واحدة. يعني هنا العقدة المربعة هتبقى ب6 فتلات، تمام. ما بشدهاش قوي عشان التقويصة اللي انا عملتها تحت العين ديت تفضل مقوصة كده. فاضل عندي برضو 4 فتلات اهوت. هنزل الفتلتين اللي رفعتهم 6 فتلات وهعمل عقدة مربعة اول واخر فتلة، وبقفل على الخيط بعقدة مربعة. كده خلصنا الصف الاول من العقد المربعة بتاعتي. عندي فيه 3 عقد مربعة، تمام. تعالوا بقى عشان نشوف التزايد. هجيب اخر فتلتين من العقدة الاولى مع اول فتلتين من العقدة اللي في النص واعمل بيهم العقدة المربعة. كده على يميني في 4 فتلات هيبقوا عقدة مربعة لوحدهم، تمام كده. انا بعمل لكم العقد اللي في النص كل عقدة وعقدة بس عشان تبقى واضحة. ادي فتلتين اللي في النص بتاع العقدة المربعة مع الفتلتين اللي بعديهم اعمل بيهم العقدة المربعة بتاعتي. ده الوضع الطبيعي ان الثلاث فتلات 3 عقد مربعة ينزل تحتيهم عقدتين مربعة. طيب هنا انا الصف هعمل 4 عقد مربعة ازاي بقى؟ عندي 4 فتلات اهوت عشان احنا كان عندنا فوق 6، تمام. هعمل بيهم عقدة مربعة واخر 4 فتلات هعمل بيهم العقدة مربعة، فكده بيبقوا على صف واحد. هنا الصف التاني خلص معانا 4 فتلات. هنزل بقى اجيب زي ما احنا اتعودنا بننزل كل عقدتين مربعة بعمل بينهم عقدة مربعة كمان. هنشوف الطرف الصف التالت ده هيتزايد ازاي. هو كمان هيتزايد، بس نعمل العقد المربعة اللي في نص كل عقدة الاول، دي حاجة تبقى اساسية عندنا، وبعد كده نشوف التزايد يجي منين. واضحة كده؟
التزايد هنا في الصف بقى هيجي ازاي؟ اول فتلتين في العقدة المربعة كانوا فاضلين مع الفتلتين اللي عملنا بيهم الجناح اللي نازلين من الجناحات، بعمل بيهم عقدة مربعة. تمام، تعالوا نشوف كده تاني في اخر صف. ادي اخر فتلتين في العقدة المربعة الاخيرة، تمام، مع الفتلتين اللي احنا عاملين بيهم الجناح. ده ما كانش دخلت معانا في قلب بطن البومة من الاول. تمام كده الصف بتاعنا كمان هنا تزايد. يبقى احنا بدأنا ب3، بعد كده 4، بعد كده 5 عقد مربع، وعرفنا التزايد جه ازاي. وكده كمان ثبتنا الجناحات. هنا نزلنا من 5 عقد مربعة ل4 عقد، شلنا الفتلتين بتوع الجناح يمين وشمال، ونفس الصف دوت هعيده تاني. تمام، يعني هنزل الصف اللي بعده على طول برضو 4 عقد مربع، بس تحت كل عقدة مربعة عقدة مربعة. تمام، مش في المنتصف زي ما احنا كنا عاملين قبل كده. اهو عقدة مربعة تحتيها بال4 فتلات بتاعتهم عقدة مربعة كمان. اهي ال4 فتلات هنزل بعقدة مربعة تحتيها برضو. تمام، هنا خلصنا جسم بعد ما عملنا الصفين من العقد المربعة تحت بعضيهم بالظبط. تمام، هعمل 3 عقد مربعة تحتيهم في النص. تمام، اهو تاني عقدة، تالت عقدة. يبقى تعالي نشوف كده جسم البومة كلها بدأ بإيه. بدأ ب3 عقد مربعة فوق، بعد كده 4، بعد كده 5، بعد كده نزلنا ل4، 4 تحتهم بالظبط، بعد كده 3. تمام، هجيب بقى الفتلتين اللي احنا عملنا عليهم الجناح يمين والفتلتين اللي عملنا عليهم الجناح شمال. كل الفتلات اللي هتقابلنا، اي فتلة هتقابلنا هشتغل على الفتلتين دول عقدة مزدوجة. اهو اول فتلة خدتها وعملت بيها عقدة مزدوجة، وباخد الفتلة ديت اللي انا عملت بيها العقدة المزدوجة ادخلها مع الفتلتين، والفتلة اللي بعديها اعمل عقدة مزدوجة. اول ما اخلصها اخد الفتلة اللي انا عملت بيها العقدة المزدوجة، بقى معايا 4 فتلات بشتغل عليهم، وهكذا. هنجيب الفتلة اللي بعديها كده اعمل عقدة مزدوجة، تمام، واخد الفتلة مع ال4 فتلات اللي انا اشتغلت عليهم، بقى معايا 5 فتلات في ايدي. هتنيني هكذا لغاية ما اوصل للنص. هدخلها معايا مع ال5 فتلات، بقى معايا 6 فتلات بشتغل عليهم عقدة مزدوجة. اهو تمام. انا بسيب ايه يا جماعه؟ مش انا اخر صف عندي فيه 3 عقد مربعه، بسيب ال4 فتلات بتاع العقده المربعه اللي في النص عشان ما نتلخبطش ونشوف بقى هنشتغل فين لغايه فين والكلام ده. انا هشتغل لغايه ما اسيب
الخيط بتاع الاربع فتلات بتاع العقدة اللي في النص في اخر صف، ما بشتغلش بيهم اي حاجة دلوقتي خالص. واللي انا عملته في الطرف اليمين بعمله في الطرف الشمال اهو. شايفين الفتلة العقدة المربعة اللي كانت في النص انا مش اشتغلتهاش ولا دخلتها في قلب الخيط. هجيب الخشبة بتاعتي دي طولها 10 سنتي، وببدأ اعمل عقدة اول فتلة من العقدة المربعة اللي في النص، بعمل عقدة مزدوجة على العصاية بتاعتي او الخشبة. يبقى الاربع فتلات اللي في النص ديت بعمل بيها الرجل بقى بتاعت البومة اللي واقفة على الخشبة بقى او جذع الشجر بقى يعني. اهي ادي اول عقدة، وادي العقدة التانية من العقدة المزدوجة. كده ثبت الخشبة وكده عملت تصميم الرجل بتاعت البومة. في طريقتين اتنين بقى، ان انا الم الفتلات الخيط بتاعتي ديت وابدا اثبتها بالطريقه اللي انا هوريها لكم دي. اجيب فتله تانية والفها بالشكل ده، دي طبعا عقده بتاعت دلات الستاره اللي احنا خدناها قبل كده كتير قوي. تمام، بتني فتله جت فوق وابدا بالطرف الطويل الف الخيط، اخر طرف الخيط بدخلها في الحلقه اللي انا عاملاها من الاول اللي انا مكوناها بتانية الخيط من الاول اهو، واشد الطرفين، شد الطرفين من الناحيتين الاتنين وبكده اكون ثبتها واقص الزيت. هنا بشد الخيوط كلها بقى علشان اظبطها. وفي طريقة تانية ان انا بجيب الفتلات اللي انا جمعتها من اليمين والفتلات اللي انا جمعتها من الشمال، وباخد الاربع فتلات اللي في النص اعمل بيهم عقدة مزدوجة على الخيوط كلها، وهتبقى شكل تاني اللي انا هنزل لكم صورته. وبكده البومة بتاعتنا تكون اكتملت. هنا بثبت العيون بتاعتي ديت بالشمع في نص الحلقة بتاعتي بمسدس شمع عادي او BB 7000 كده. دي البومة بتاعتنا بعد ما خلصت، اتمنى انها تعجبكم. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتوش، وما تبخلوش عليا بتعليق جميل في الكومنتات. باي باي.